ولهذا الدكتور الوائلي طيب الله ثراه عندما يذكر بالعصماء قصائص من أمير المؤمنين، يعني شنو هاي العمارة العظيمة، الرجل الشاسع الذي لا أستطيع أن أفكر في شيء دون أن أفكر في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. يا سلام. يقول الدكتور: غالى يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين. يا سلام. تجفى وتعبد والضغائن تختلي والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. الله فلا أنت أروع إذ تكون مجردا وقد يضر برائع تثمين. علي بن أبي طالب كافي، هو اسمه علي بن أبي طالب كافي، ما تضيف له بعد، هو كافي. فلا أنت أروع إذ تكون مجردا وقد يضر برائع تثمين. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين. وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. أبا الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما للرائعات قمين، لك في خيال الدهر أي ملامح يروي السنا ويترجم النسرين. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون. في الحرب أنت المستحم من اللظى والسلم أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة والليل بالمحراب أنت أمين. ترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين. تكسو وأنت قطيفة مرقعة وتموت من جوع وأنت بطين. ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين. وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين.